دكتورة، أنا ثابت وزني تقريبا سنة بين 79 و 82 واستخدم مونجارو، وما كنت أخذها كل أسبوع ولا في نزول، مع إنه أكل صحي وقليل، ومتبعة صيام متقطع. ومرة تعبت وحزنت من الثبات وأمشي ساعة. من كل اللي حكتي مشكلتك الأساسية هي الأكل القليل. ليش؟ لأنه خاصة إذا المدة طويلة والسعرات فيها عجز عالي، يعني مثلا احتياجك 2000 وانت بتاخدي 1000 أو 1100، هدول الأرقام القليلة تعمل إشي اسمه نظام التصحر أو نظام العجز. فالجسم بفكر إنه في مجاعة قادمة، فخليني أحافظ على الدهون وأثبتها، وما رح يقدر تطلعي من هذا النظام. ما رح تقدر تطلعي إلا إذا رفعت السعرات بأكل صحي بروتين على فترة ثابتة، وتعود الجسم إنه يرفع السعرات. بس بالأول بزيد 2 كيلو، بعدين ببدأ الحرق يشتغل. طبعا يعني ارفعي 200 ل 300 سعر ببروتين كثير، وخففي التفكير وقلق في الوزن، وعيشي حياة هادية ما فيها كورتيزول. يعني ممكن النظام اللي بتعمليه بسبب المشي والصيام المتقطع يعتبروا الجسم انه توتر عالي، وانها ما بتحبني، وانها بتضغط علي اكثر، فخليني اعاقبها وارجع اثبت الدهون اكثر. ترى الجسم بحس لو كان نظامك 100% صح كان الحرق اشتغل. معناها في نقطة مفقودة، يا اما تتعلق في السعرات او القلق.